بيبدأ الفيلم يا جماعة وبنشوف الأب والأم ومعاهم ولادهم كانوا في رحلة استمتاع جوه البحر على اليخت بتاعهم. الأم نزلت البحر وشكلها كده هتغرق وكأن في حاجة جوه البحر بتشدها. البوصلة عمالة تعمل حاجات غريبة والاتجاهات رايحة ضرب في بعضيها. الأم بتصرخ ومفيش حد سامعها لحد ما الأب خد باله نزل جري وراها وأنقذها. بالليل والبنت بتكلم صاحبها وشافت وراه رعد وبرق وغيوم كتيرة جدا وسألته عن السبب. محدش عارف الظاهرة دي لأول مرة تحصل. شوية وشافوا الحيتان كلها ماشية على سطح المية في منظر غريب جدا من نوعه، وخبط واحد من الحيتان ديت في القارب وتقريبا كده اتعطل في حاجة. المهم بيحاولوا يتصلوا بالنجدة ومحدش رد عليه، وشافوا في السماء زي نيزك مولع نازل يمة البحر، ونزلت شوية نيازك جوه البحر وشافوا ليلة سودة. الصبح صحيوا وطبعا اليخت شكله متدمر. تعالوا نشوف معاهم ايه اللي حصل. الصبح بنشوف القارب وكأنه واقف على جبل في وسط صحراء. طب فين البحر يا جماعة؟ راح فين؟ وكأن الظاهرة اللي حصلت ديت والنيزك اللي وقع في البحر ده شال المية اللي فيه. هو البحر جف واليخت كده واقف على حجارة. طيب هيعملوا ايه وايه اللي هيحصل؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. لايك واشتراك ويلا نكمل. الاب هنا بيقول لهم حتى البوصله بتدي اشارات غريبه، الشمال في الجنوب والجنوب في الغرب والدنيا بايظه خالص. بيحاول يتصل بحد لحد ما رد عليهم واحد اسمه ناو. اخيرا لقيت حد اكلمه. ايه اللي حصل؟ قال له البحر وقع فيه حاجات واتعكست الاقطاب بتاعته والدنيا اتغيرت، والبحر راح على اليابس غرق فيه مناطق كتيره جدا، بس محدش عارف اثر الدمار ايه، وكانها نهايه البشريه يا عزيزي. وقال له ولكن الاقطاب هتتعكس تاني والبحر هيرجع مكانه تاني، بس مش عارفين امتى بالظبط. على حسب الدراسات تقريبا كده في خلال اسبوع او 10 ايام. وقال لهم بس البحر لو رجع هيكون اكثر عنفا، ولازم ساعتها تكونوا على اعلى قمة مكان ممكن تشوفوه. طلبوا منه طلب واحد مهما حصل، ان هو يحاول ينقذ اطفالهم بس. قال لهم على مكانه وعرفوا ان هو بيبتعد عنهم مسافة يومين مشي. قرروا انهم يلموا حاجتهم ويتحركوا ناحية ناو، ولكن الغبي ده بيوصل لمكانهم ومعاه الكلب بتاعه. نزل الاب واخد له ازازة مية بقى يشربها. اهبل بقى مش عارف ايه اللي في ضمير التاني. المهم اداله يشرب وقال انا مبسوط ان انا شفتك، وبعد ما شرب قال له خد الجزاء بتاعك. قام قتله شر قتله، الخاين ابن الخاين. والام طبعا في ذهول بتتفرج. رجعت جري على القارب وصاحبنا قدر يصيبها في دراعها بالسكينه دي. خبت عيالها جوه الكنبه ونزلت تحت، والمجنون ده نازل وراها. وخرجت هي من الفتحة دي وبص عليها ولكنه ما شافهاش. يا لهوي يا ريتا، الكلب جاي عليها، بس والله بنت جدع راحت مموتاه بالسكينة اللي معاها. والمجنون ده شاف الكلب قام زعلان عليه قوي. يعني انت لسه قاتل راجل وزعلان على الكلب بتاعك؟ يا غباء اللي جايبينك يا اخي. المهم بتدخل ام تاني عشان عيالها، ولكنه بيدخل وراها وبيحاول يموتها. طلعت بنتها المسدس بتاع النجدة ده وراحت ضرباه في بطنه، وقع والقارب ولع. طلعوا بره وشاف ابوهم وهو ميت، والمجنون ده طلع وراهم تاني. جريوا منه والقارب انفجر. المهم مشيوا مسافة طويلة وهو وراهم برضه لحد ما وصلوا لطيارة غرقانة قعدوا فيها بالليل. طلعت البنت الصغيرة دي لوحدها بره، وهنا بيوصل المجنون ابن المجنونة شكله كده هيقتلها، ولكن الأم بتلحقه وبتديله شوية طعنات من اللي يستاهلها. ومات المعلم المجنون. احسن والله، الواحد مبسوط. الصبح خدوا بعضهم ومشوا على مكان تاني، عملوا لنفسهم مبيت وناموا. ولكن الام حست بحاجه غريبه، قامت تبص بره وتاري في حاجات غريبه جايه عليهم وصوتها غبي جدا. فضلوا يجروا لحد ما وصلوا لناس عند حاويات واقعه من مركب كبير. المهم الناس مرضوش ينقذوهم ودخلوا جوه الحاويه وقفلوا على نفسهم. والام وولادها طلعوا فوق الحاويه وعنكبوت منهم عور رجل امهم. الجماعة التانيين بقى حظهم كان وحش، كان في فتحة في الحاوية دخلت العناكب عليهم وقعدوا يضربوا فيها بالنار، ولكنها موتتهم كلهم. داخت الام والصبح شوية زعابيب مليانة تراب ورمال بتندع على ولادها لحد ما لقيتهم. دخلوا الحاوية خدوا البندقية والرصاص والمسدس وشوية مية كمان. كلموا ناو من اللاسلكي وقال لهم ان هو هيضرب اشارة عشان يعرفوا مكانها ويمشوا ناحية ناحية الاشارة دي. ضرب بالمسدس فعلا وعرفوا المكان اللي هيمشوا عليه واتحركوا عليه.
ونزلوا في مكان غويط عشان يقدروا يعدي اليمة التانية، ولكن في حجارة بتقع عليهم، والأم بتحدف ولادها بعيد عشان الحجارة ما تنزلش عليهم، وبقت الأم في يمة والولاد في يمة تانية. قالت لهم اوصلوا انتوا لناو، امشوا بسرعة وأنا هتصرف. والولاد بعد شوية محايلة من أمهم مشيوا بالفعل لحد ما راحوا لناو اللي شكله كده كان متعلم عليه من شوية عناكب وبيموت. والبنت قالت أنا هرجع لأمي تاني عشان أنقذها. الأم بقى وصل ليها مجموعة من العناكب قعدت تضرب عليهم نار ولكنهم كتير جدا. وصلت بنتها في آخر لحظة وبتشد إيد أمها وطلعت. طلعوا الاتنين من المكان وجريوا على كبسولة النجاة عند ناو، والعناكب بتجري وراهم جدا. طبعا ناو كان راح خلاص، والعناكب في كل مكان وكتير جدا. دخلوا الكبسولة وقفل على نفسهم، والبحر راجع تاني في منظر فظيع. يلا كله بسرعة يربط حزام الأمان، استعدوا للصدمة. رجع البحر تاني وشافوا وقت صعب جدا وداخوا من كتر التعب والمخمضة. طيب لما صحيوا شافوا ايه المرة دي؟ تعالوا نشوف معاهم. طلعوا فوق فوق وشافوا المنظر ده، وأتاري البحر فعلا عمل دمار شامل في اليابسة، والمدن شكلها اتدمرت، وكده هيفضلوا يعانوا في رحلة البقاء على قيد الحياة. خلص يا جماعة فيلمنا، ومتنسوناش بلايك واشتراك. سلام.